كأنها تخاف منا يا أنطونيو. أنا لا أخاف أحدا يا سيدي. يجب أن تخافي أيتها الأم التي باعت ولدها. أنا لم أبع ولدي ولا حيلة لي بما حدث. ألا ترى يا أنطونيو أنه لم يعد ولدها وأنها لم تعد أمه؟ لماذا لا تحاولين إقناعها أنت وجهها؟ ماذا تعني؟ ما ذنب ذلك الطفل البريء كي يقتل؟ ذنبه أنه وجد في مكان لا يجب أن يكون فيه. هذا ليس ذنبا يا أنطونيو، وأمك من أوجدته هنا. تعني أنك لن تقتله؟ قلبي لم يساعدني وأنا أرى ضحكته البريئة الصافية، رغم أني وضعت له السم في الحليب خلسة وتركت شيلة تأخذه إليه، لكني فجأة صدمتها لينسكب الحليب المسموم على الأرض. ليتك ما صدمتها. أنطونيو، لابد من طريقة أخرى، ويجب أن تفكر معي. عقلي لا يسعفني هذه الأيام. فكر أنت عني. وهل تقبل بما سأقترحه عليك إن عثرت على الحل الأمثل؟ سأقبل بأي حل تقترحه، حتى وإن كان الحل قاسيا. لا أقسى مما أنا فيه ومما أنت فيه. سأجهد لأخفف عني وعنك. أصدقائي ينتظرونني في الحانة. اشرب عني وعنك. غريب أمر القعقاع هذا، كأنه لا يريد أن يصبح منا. لأنه يوحي لا تحمل الود لأحد، وإن بدا ودودا بدا مرغما على ذلك. ربما لأن حياته مليئة بالآلام. آلام أمثاله تنتهي بزوال الخطر عن حياتهم، فهو ينعم بالأمان الآن. ربما يخشى أن يحاولوا قتله من جديد. هل يبدو لك القعقاع جبانا؟ إنه مقاتل جريء، وجسده أصلب مما يبدو لنا. إنه يعاني من شيء ما، والفضول يدفعني إلى سؤاله. ماذا تريد أيها العجوز النتن؟ هل ترثي لحالي؟ هل تكرهني يا قعقاع؟ هل تجد العيش معنا مقرفا؟ أم أنك تحب أن ترانا أمواتا؟ لم تقول ذلك؟ لأني كلما نظرت إليك لمحت في عينيك ما يفزعني، لكأن الحقد يسكنهما. اللعنة، هل أنا مكشوف إلى هذه الدرجة؟ أجل أجل، أنت لا تستطيع أن تخفي ما في داخلك أيها الفتى. قيل لي إنك تتمتع ببصيرة نافذة، لكنها أخفقت هذه المرة. لن تخفق، لن تخفق إن لم تشرح لي. والآن هيا قل، ما الذي يزعجك منا؟
لا شيء سوى أنني أحس نفسي ضيفا ثقيلا عليكم. لن تقنعني وأنت تحظى بكل تلك الحفاوة والتقدير. أنا أحظى بهما فعلا، وممتن لكم ولسيد القبيلة. فتكافئون على امتنانك بالتجهم يرتسم على وجهك. أنت ظريف يا ابن الرومية، وستكون ظريفا أكثر وأنت ميت. الكل يقولون هذا. قل لي بصراحة يا قعقاع، هل تحن إلى رفاقك اللصوص؟ اللصوص لم يعودوا رفاقي. إذا قل لي، لماذا حاولوا قتلك بتلك الطريقة الوحشية؟ هل خنتهم؟ أم أنك قد سرقتهم؟ هل تحاول أن تستفزني يا ابن الرومية؟ هو ذا حتى تخرج كل ما في داخلك. أخرجت ما يهمك أمره فقط. أنت مساء. الحياة لا تنتهي بانتهاء من نحب. وما أدراك أنت؟ أدراني أني أكثر تجربة منك. عندما فقدت أبي ظننت أنني سأعيش معلولة طوال عمري، فلقد كان كل ما تبقى لي في هذه الدنيا، وكان يعني لي كل شيء. ولكن أنت يا زلفة، انظري حولك، كلهم يحبونك هنا. كيف خرجت من حزنك على أبيك؟ كي لا أقضي حزنا أو أعيش عليلة، قررت أن أتفهم الأمر، أن أسلم بمشيئة السماء. قد سلمت بمشيئتها. لا يبدو أنك فعلت. زلفة، ما زلت فتية جميلة وقوية، وما زالت الحياة أمامك طويلة، فلماذا تدفنين نفسك حية على أمر ليس بالإمكان تغييره؟ كم فتى من القبيلة تقدم إليك دفعة واحدة يا زلفة؟ هل نسيتي؟ لم يتقدم لي سوى ديسم، لكنه لم يتابع تقدمه. الآن سأتهمك بالحمق، فديسم لن يعود حيا حتى لو مات كل الخلق، فهنيئا لك بالسقم والهزال. لقد قالت ما قالت لأنها تحبك. تريدين رأيي يا هند؟ اقبلي ما تعرضه عليك سيدتي. وأترك ولدي، لأنه سيأتي يوم لن تكوني فيه أمه ولن تكوني موجودة هنا. لماذا؟ هل سأموت؟ سيدتي هي الأقوى، فإن أمرت بإلقائك خارج المنزل فلا أحد قادر على إعادتك إليه. أنت تصورين أمي وحشا يا شيلا. أنا أيضا لا أعتقد أنها يمكن أن تفعل ذلك. من أنت هنا يا هند؟ من تكونين في هذا البيت؟ أنت مجرد مربية لا تقوم بكل الأعباء. أنت أشبه بالخادمة، وهكذا ستعيشين طوال عمرك إن قررت السيدة إبقائك هنا. فإن بقيت ذليلة تسوقين النظر إلى ولدك. للأسف يا هند، شيلا محق. أعرف، لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ بل تملكين. خذي صك حريتك وعودي إلى زوجك. عودي إليه وأنجبي 10 أولاد بدل ليث. افترضي أنه مات، ألن يموت كل الناس؟ ستتألمين حتما، لكن النسيان سيتمكن منك شيئا فشيئا. قد يطول أمده، لكنك ستحصلين عليه في النهاية. النسيان؟ أجل، النسيان. لا أحد يتذكر أحدا إلى الأبد حتى ولو كان ولدها.
يبدو أنها تحب العبودية، مع أني أدفع 3/4 عمري لأجد نفسي حرة طليقة. من نحن يا هند؟ أنا وأنت من نحن؟ عبيد للسادة. فكيف تقبلين العبودية وأنت عربية؟ لست عبدا، لست عبدا، أنا عبدة لولدي. هراء، أنت عبدة وستبقين، والحرية أهم من الولد والزوج والأم. سنتحدث في ذلك عندما تصبحين أمًا. الليلة كما في الأمس، بخير طالما أن ضيفتنا بخير. أما زلت ضيفتكم؟ المعذرة يا دكتور، فخطأ كبار السن ب1000 خطأ. أنت الآن سيدة في قومك. مجاملة كبار السن ب1000 مجاملة. لا لا لا، ليست مجاملة، حتى أن القعقاع بات أيضا واحدا منا. لماذا القعقاع دون سواه؟ لأنه حل علينا ضيفا كما فعلت. لديك أكثر مما قلته يا ابن الرومية. وأنت أيضا لديك ذكاء تحسدين عليه. فلا أقل من أن تطرح ما في دخيلتك. ما في دخيلتي لا يحمل خبثا إن كنت ترمين إلى ذلك. لا أجرؤ على وصفك بالخبيث، كما أنك لا تستحقه. ومع ذلك لا أنكر أنني خائف عليك. من القعقاع؟ من نفسك أولا، فأنا لا أعرف ما في داخلها، ومن القعقاع ثانيا، لأنني كلما نظرت في عينيه لم أجد فيهما ما يجعلك تطمئنين إليه. غريب أن ترى عكس ما أرى في عينيه. وماذا ترين أنت في عينيه؟ أرى الكثير من الوضوح والقليل من الغموض. وقليل الغموض هذا يا دلقاء يقتل الوضوح. لقد تعودت أن أقرأ الوجوه فأعرف ما تخفيه، ولا أخفي عليك أن المرء قادر على إخفاء الأهوال في داخله دون أن يعلم ذلك أحد. هل تحبينه يا دلقاء؟ أقسم إنك تحبينه. قد غليت في فراستك هذه المرة. فلأكن واهما، فإن هذا يغبطني. إنما أردت أن أنقل مخاوفي حرصا على فتاة هي ابنتي، أو بالأحرى هي ابنة القبيلة كاملة، حتى لا تظني أنني أغالي. أنا ممتنة لحرصك علي. أنت لا تصغي إلي يا أنطونيو. سمعتك يا ماريو. سمعتني بأذن ليخرج ما سمعته من الأذن الأخرى. لا تخف، فالأذن الأخرى مغلقة. أبوك على حق، وهو يخشى عليك لا على مصالحه وحده. أعرف ذلك. إذن عليك أن تتبعه حتى النهاية، ولكي تتبعه عليك أن تثق به. أنا لا أثق بأحد سواه. فأين المشكلة إذن؟ المشكلة أني لا أعرف ما يريد، وقد رفض أن يقتل الصغير. لماذا؟ يقول إن الطفل بريء لا ذنب له، وإن قتله لن يحل المشكلة. فماذا يقترح ليحل المشكلة؟ لا أعرف، فهو عاجز أكثر مني. على الأقل أنا ابن أمي، أما هو فزوج غير مرغوب به. أنت تبخس قدر أبيك يا أنطونيو. إنه أذكى من أن يدع المال يتسرب إلى ابن عربية، وأنت أذكى من أن تظن بأن الخمرة دواء لما أنت فيه. أنطونيو،
مال أمك من حقك وحق أبيك وحق أختك كريستينا، وتخاذلك سيقضي على ثلاثتكم. دلني على حل يكون ناجحا. الحل أن تصغي لأبيك وترضى بما يمليه عليك. إنه لم يملي علي شيئا. أليس ناقما على أمك وتصرفاتها؟ إذن لابد أن يجد الحل، فكن معه يا أنطونيو، كن معه في أي حل يقترحه ليكون لك المال الذي بدأ يشح في يديك. منذ متى كان أصدقاؤك يدفعون الحساب عنك؟ أي سر تخفي بين جوانحك يا قعقاع؟ صحيح أنني أحببتك، لكن سرك يجب أن يماط اللثام عنه. أين بقية الرجال؟ قتلوا جميعهم؟ من قتلهم؟ أبناء رستم، أخوة شيبة الثلاثة. أهم من فعلوا بك ذلك؟ نعم. لماذا قتلوهم؟ كي تصل الرسالة إليك. أي رسالة؟ إنهم لا يهتمون لأمر شيبة، وأنهم لن يدفعوا قطعة نقدية واحدة مقابل حياته، وهم يفضلون أن تقتله على الفور. أقتل أخاهم؟ إنهم يكرهونه كرها شديدا. اللعنة. لم أصدقه عندما قال لي إن أباه لا يهتم لحياته. أما وإخوته يريدون موته فهذا أمر أفظع من أن يصدقه. أقسم لك أن هذا ما حدث. ماذا قال رستم أبوه؟ لم يدعونا نصل إليه، أخذونا إلى داخل إحدى الخيام، وعندما عرفوا سبب قدومنا نبع رجالهم من كل جانب وأعملوا فينا سيوفهم. ألم تدافعوا عن أنفسكم؟ لم يتركوا الفرصة لسيوفنا كي تخرج من أغمادها، وتركوك حيا لتوصل رسالتهم إلي. بعد أن أوسعوني ضربا الكبير فيهم حملني الرسالة إليك. أي قوم هؤلاء؟ يبدو أنهم كانوا يتمنون موت شيبة قبل أن نعمد إلى خطفه. لكنني مندهش يا رزيح. إن كانوا بتلك الوحشية فلما لم يقتلوك؟ أردت أن أصف لك ما حدث حتى لا تفكر بإرسال آخرين إليهم، لأن مصيرهم سيكون كسابقهم. أقترح أن نشن عليهم هجوما يدفعون به ثمن غدرهم. وأقترح أن تأخذوا رزيح وتعتنوا بجراحه. ما بال ابن سيد القوم؟ ابن سيد القوم؟ إنها المرة الأولى التي أنادى بها بابن سيد القوم. ألست ابن سيدها؟ كنت سيدها، أعني عندما كان أبي مخطوفا. هل كنت تتمنى أن يظل مخطوفا لتظل سيدا؟ درقاء، أنا أداعبك ليس إلا. تداعبينني أم تغمزين إلى شيء؟ وهل أجرؤ أن أغمز في أمر كهذا؟
لم تقولي لي حتى الآن ماذا أنجزت مع هؤلاء. أنجزت ما سمح به الوقت. كأن الوقت لم يسمح لهم بشيء، ولا تبدو عليهم هيئة المقاتلين. المقاتل بفعله لا بهيئته. لا تقنعيني بأن لهؤلاء الصغار أفعالا. تريد أن تختبر أحدهم؟ بالطبع. دعي اثنين يتقاتلان. أتبحث عن التسلية أيها الباشا؟ لا يا زرقاء، لا أبحث عن التسلية، ولكنك تدربين أطفال القبيلة منذ فترة طويلة. أفلا يحق لابن سيدها كما قلت وقائد جيشها أن يرى ما فعلت مع هؤلاء حتى الآن؟ ليس الآن أيها الباشا، فهم بحاجة إلى المزيد. إذا كفاك ادعاء بأنهم باتوا مقاتلين. كما تشاء أيها الباشا. لا أرى القعقاع في الجوار. إن رأيته دعيه يسارع إلى خطبتك خشية كلام قد يسيء إليك. ولن أمهلك الكثير حتى تريني إنجازك مع هؤلاء. شيئا يمشي أو يتحرك في جسدي؟ لا يا سيدي. إذن فالحركة داخل اللحم والعظم. أرسل في طلب الطبيب يا خزرون، لي وليس لرزيح، بسرعة. هذه المرة لم ألتفت لأراك تسقطين من السماء أو تخرجين إلي من الأرض. هذه المرة أردت أن أراك فدعوتك. وأنا لبيت دعوتك يحتون الفضول. فلماذا دعوتك؟ لأنك حائر مهموم كما هي عادتك، لأنك لا تعرف على أية أرض تحط. هل تريد أن تأخذ رأيي بفتاة جديدة؟ عرفت دائما أنك الأذكى في القبيلة. أهي درقاء؟ ولماذا درقاء؟ لا أدري، مجرد حادث. فمن إذن؟ هي من أسمعتني كلاما يحرق الفؤاد، هي من ضعفت أمامي وهي القوية. إنه أنت يا أم رضوى. أجل، أنا أفكر بك جادا. تفكر؟ ألم تتخذ قرارك بعد؟ ألم تبت به؟ أتريدينني أن أبت به؟ والآن، وإلا لن تراني مرة أخرى. صفي حبك لي يا أم رضوى. أتختبرني في قلبي يا باشقي؟ لأرى إن كنت تحملين لي ما أحمله لك. إنه كوهج النار في الليل البارد، إنه ترياق السم الزعاف، إنه ضوء بدأ خافتا لينتهي أكثر نورا من الشمس. حبي لك أيها الباشق تغلغل في أحشائي فكونها من جديد. زيدي يا أم رضوى، زيدي، إن حروفك تدغدغ مشاعري. حبي هو الذي أبقاني صابرة عليك، وهو ذاته الذي ستتلفع به بقية عمرنا. هل كنت شاعرة يا بيشا؟ إنها الأحاسيس أيها الباشق.
فأي امرأة ستكون أكثر سخاء منك؟ أنا أطلب يدك من نفسك يا أم رضوى. أريدك زوجة تقاسمني هموم الدهر وأفراحه. أريدك زوجة تنجب لي أطفالا هم مزيج منك ومني. فعلتها أخيرا وقد كاد قلبي يتيبس من اليأس. لا عشت إن تركت الحزن يلفح وجهك، فأنت زوجتي وابنتك زوجة ابن أخي، فأي عائلة محظوظة سنكون. قد تحقق حلمي أيها الباشق. أين الباشق يسمعك فيدق عنقك يا ابن الرومية؟ أنا لم أقل ما يغضب الباشق يا ابن الوهاج. كيف وأنت تشبهه ببركان يوشك أن يتفجر ناثرا حممه؟ لا تزد على ما قلت يا أبا حجر. أنا قلت إن رغبته في الزواج تشبه رغبة البركان في التفجر. هذه من تلك يا ابن الرومية. هيا ألا نشتعل جميعا رغبة في ذلك؟ أعني أنا وابن الوهاج. عليك اللعنة يا عجوز النحس. هل أقص عليه ما اقترحت عليك منذ زمن؟ إن لم تلزم الصمت قذفتك عن كرسيك أيها الخبيث. ماذا يا سيد القوم؟ هل تفكر بالزواج مثل ولدك؟ أقسم إنك بدأت تخرف كابن الرومية. لا فائدة من أبي عتبة يا ابن الوهاج. نحن نضحك لنهون عليه وهو يزداد تشاؤما. لماذا لا تصدق يا صاحبي أن الزلفة ستكون بخير بين لحظة وأخرى؟ عن أي لحظة تتحدث يا أبا حجر؟ ابنتي أبدا لن تعود إلى سابق عهدها. أتراهنني يا أبا عتبة؟ أراهنك بعمري يا ابن الرومية. يتأمل المكان عندما انغرس السهم في صدره. إلي بالمقاتلين! إلي بالمقاتلين! وليبحثوا في كل مكان. إنها طعنة الأولى لك يا ابن الوهاج، وسأنتظر ليثك لتكون الثانية.
يا قوم قتل الباسق يا قوم، لقد قتل الباسق يا ابن الرومية. اهدي قتل الباسق يا ابني يا قوم، لقد قتل الباسق يا ابن الرومية. لقد قتل الباسق. كيف السبيل لمعرفة القاتل؟ كيف يا ابن الرومية؟ قتل الباسق يا ابن الرومية. هذه قبيلة شقيف بن شامان. وأين سكانها؟ لابد أنهم رحلوا بعد أن كشفنا أمره. هذا يعني أنهم يمارسون عدوانهم في مكان ما. ربما. إنهم تماما مثل آل برقش بن عارم، لكأنك كنت تتحدث عنهم يا عرندس. عندما ننتهي من آل برقش سنبحث عنهم لنقضي عليهم. هل تعني ما تقول يا ضيغم؟ لقد اتفقنا أن الأنجاس لن يعيشوا. أم أنك على عجلة من أمرك لتعود سيد قومك؟ رمزك كريه كوجهك يا ضيغم. ومن قال لك إن وجهي كريه يا درباس؟ حتى وإن نزعت العصبة. أنا لا أعني ما فهمت أيها اللعين. شاهين، ومعك البواسل. من حسن حظ الباشق أن السهم انحرف قليلا جدا عن مكان القلب. وكيف تعلم أن السهم لم يصب قلبه؟ لو أصابه كان قتل في ساعته. المهم أيها الطبيب، هل سيعيش؟ إصابته ليست سهلة، وعلينا أن نطلب رحمة السماء. ماذا تقول أيها الطبيب؟ لست أنا من يقول، إنه جرحه الغائر. ما الذي تفعله هنا بحق السماء؟ ما تفعلونه أنتم. هل جئت لتنضم إلينا أنت أيضا؟ ألن أكون على الرحب والسعة بينكم يا درباس؟ أقسم إنكم قبيلة تعج بالمجانين. ما الذي تفعله هنا يا ليث؟ قلت لك ما تفعلونه أنتم. نحن في طريقنا إلى أعدائنا يا ليث، فماذا عنك أنت؟ أنا أيضا جئت باحثا عن عدو. تبحث عن عدو؟ من حنينك إلى القبيلة التي نشأت فيها هو الذي جرك إلى هنا. لا أنكر أن الحنين كان أحد دوافعي. اللعنة عليك إذن. كنت حفيد ابن الوهاج عندما تركتاك. وما زلت. قبيلة شقيف لم تعد تعني لي شيئا. وإذن؟ ثمة حوادث مؤلمة تجري الآن في القبيلة يا شاهين، وما قدمت إلى هنا. يا قوم، إنه حي. الباسق حي. الباسق حي. هذا يعني أنك ستذهب مع ليث إلى قبيلتكم يا شاهين. صدقني، إنهم يحتاجونك أكثر مما نحتاجك نحن. كنا في درباس فأصبحنا في ضيغم. ضيغم على حق. ماذا لو أن الساعي للانتقام ليس واحدا؟ ماذا لو كانوا جماعة ويأسوا من الانتظار فهاجموا قبيلتكم؟ هذا يعني أن نحتاجكم أنتم أيضا. لقد أصبتهما في الصميم يا شاهين. أنت تعرف أننا لها يا عرندس. لا أعتقد أن الأمر بتلك الخطورة، فلو كانوا جماعة لزاد عدد القتلى.
ولما ضاع أثرهم عندما بحثنا عنهم، ولولا خشيتي على جدي لما امتنعت عن مرافقتكم. عد بسرعة يا ليث، أما نحن فقد اقتربنا من هدفنا. غدا ظهرا نكون على أبوابهم، ننتهي منهم ونأتيكم. تعالي يا بيشة واجلسي إلى جانبه. أخبرنا الباشق أنه يريدك زوجة، وقد باركنا له اختياره يا أم رضوى. فإن شفيع يا أم رضوى أقمت لكم عرسا. سينجو يا سيد القوم، ليس لأنني أحبه، بل لأنه لا يستحق أن يموت. لن تكون نهايته بسهم حقير غادر. ارحميني أيتها السماء ودعيه يعش. قلت لك إن شيئا ما يلتهم جسدي من الداخل. كيف لا تحس بالألم وأنت تلتهم؟ لهذا استدعيتك أيها الطبيب. لا أدري يا سيدي، فلم يحدث أن رأيت حالة كالتي تصف، فربما هي إصابتك الأولى أن تعطيك ذلك الشعور. ما أشعر به أعرفه جيدا، وما أشعر به هو ضمور يحدث في أنحائي، هنا وهنا وهنا. هل تعلم لماذا أتيت بك؟ كيف لي أن أعلم؟ كنت مصيبا يا شيبة، فأنت لا تساوي شيئا في نظر إخوتك. هل عاد رجالك يجرون ذيول الخيبة؟ تأدب يا شيبة، فأنت في حضرة جندع بن الخيثم. أنت خاطفي ولا يعنيني من تكون. أحب الجرأة منك، لكني أكره شموخك. هو شموخي من يبقيني حيا حتى الآن. حتى الآن، ولكن بعد قليل قد تلفظه مع أنفاسك. لن ألفظه حتى وأنا ألفظ أنفاسي. أتشعر بالغبطة لأنني أخفقت؟ ليست الغبطة، إنه حدسي بأني كنت مصيبا. لقد حذرتك. كنت مصيبا في أبيك، لكنك لم تصب في إخوتك. ماذا عن إخوتي؟ هل تحبهم؟ أيها اللعين، هل تعرضت لهم بالأذى؟ سألتك إن كنت تحبهم. إنهم إخوتي، فكيف لا أحبهم؟ وهم بالتأكيد يحبونك. نحن لسنا مثلكم يا جندع، نحن أسرة متحابة ومتماسكة. هل لك أن تدغدغني يا شيبة كي أضحك؟ فحالتي لا تسمح لي بالضحك. يبدو أنه لديك ما تقوله لي، ويبدو أن لديك ما ستفعله أيضا. لقد أفلحت في بث القلق في نفسي. قلق فقط؟ حسن، الخوف. لقد أخافني حديثك حول إخوتي يا جندع. أحرى به أن يميتك رعبا. أنت لم تقتلهم، لكنهم فعلوا ما يشير إلى أنهم لا يحبونني. أحسدك على ذكائك يا شيبة. هم من رفضوا أن يدفعوا ثمن إبقائي حيا، بل زادوا على ذلك بأمر يتجاوز جرأتك وكرامتك وشموخك. طلبوا مني أن أقتلك لأنك لا تعني لهم شيئا. لا، إنهم يريدون موتك. لابد أنهم كانوا يريدون موتك وأنت بينهم. كيف لم تشعر بذلك وأنت العقل الناضج الثاقب؟ أنت تحرضني على إخوتي.
لا يا شيبة. إذا فأنت تهول. لابد أن ثمة لبس في الأمر. ظننت الأمر مثلك، لكن رزيح أكده لي بشكل لا يقبل الشك. لا يقبل الشك أبدا، فإخوتك الثلاثة يطلبون رأسك. الثلاثة؟ ورأس الأفعى فيهم أخوك الأكبر كبيرهم، ألا تعرفه؟ أعتقد أنها محاولة منهم لكي لا يدفعوا لكم، لظنهم أنكم لن تقتلوني إن لم تحصلوا على شيء. أعني لا فائدة لكم في قتلي، فلماذا يدفعون لكم؟ لقد قتلوا كل رجالي وأبقوا على رزيح كي يخبرني بضرورة قتلك. لم يقولوا له لا شأن لنا بشيبة، بل قالوا اقتلوه لأننا سنقتل كل من يأتي منكم إلينا. وهل كان أبي مع رأيه؟ لم يتمكن رزيح من رؤيته، منعوه خشية أن يفديك بالمال. أنا لا أصدق ما تقول. وأنا سئمت من عمائك. هيا اذهب وقلب الأمر في رأسك جيدا. تذكر الماضي، تذكر علاقتك بإخوتك عبر مسيرة حياتك، وستجدني هنا في انتظارك لتخبرني أين أنت منهم وأين هم منك.